حسين عبد الغني انتزع لنفسه ميزات في المعسكرات ومايز نفسه عن اللاعبين، سببت أذى لكثير من اللاعبين النصراويين. مثل كثير يا أحمد، أول كثير نفتح الملفات. ما حسين عبد الغني لديه مقر سكني أو مقر مبيت يختلف عن كل اللاعبين. لديه دائما مرافقين، اثنين شخصين معه من جنسية عربية. بوديغارد. ما أقول بوديغارد، لا مش بوديغارد، لا طيب. بوديغارد دائما يلبسون سموك على الأقل وبدل شيء ثاني. اثنين يرافقونه في حله وترحاله حتى خارج المملكة. وأي طلبات يطلبها حسين عبد الغني من أي جهة خارج أنها تقصد مطعم أي شيء هؤلاء يوفرونها لهم، بخلاف عدم التزامه بالنظام الغذائي الموجود في النادي. هذا خارج النصر ولا داخل النادي؟ داخل النصر وفي المعسكرات وفي كل شيء، ولديه نفوذ عالي جدا. حسين عبد الغني مع بعض اللاعبين الذين يرتبطون به بشكل مباشر، مثل عبد الله العنزي. عبد الله العنزي يغاب 6-7 مباريات ايام دا سيلفا وايام غيره، ويجيهم في ليله المعسكر يجتمع مع حسين عبد الغني ويطلع يقول من بيلعب بكره حارس في مباراه الاهلي اللي خسر منها النصر 4-2 على الكاس. لا اللي في الدوري بدت. طيب ثم يقول من بكره ينزل في التشكيله؟ من هو اللي في تشكيله النصر بكره؟ من اللي يمسك حارس؟ يقول له انا بمسك بوريكم. 6 تمارين لم يحضر، فقط دقائق بغرة حسين عبد الغني خرج اصبح اساسيا في التشكيله. ومن المدرب؟ ما كنا قلت لك مدرب كذا سيلفا كانيدا هذول كلهم كانوا يعرفوا الحسين كيف معلومات دي خطيرة. هذا النفوذ الكبير الذي انا اتحدث عنه، هذه الفوضى وليست نفوذ، هذه الفوضى التي يفرضها حسين عبد الغني في المعسكر في الفريق النصراوي هي المرفوضه. اهلا بحسين النجم، اهلا بحسين اللاعب المبدع، اهلا بحسين المنضبط، اهلا بحسين اللاعب الذي ينسجم مع المجموعه، اهلا به. يا سيدي في معسكر كرواتيا جمع بعض اللعيبه وقال لهم هذا المعسكر لا يصلح، هذه الدوله لا تصلح، نريد ان نذهب الى النمسا او لسويسرا. ثم اتى المدرب قال له احنا مبرمجين ما نقدر. اجتمعوا يا شله لعيبه قالوا لا والله نبغى النمسا ونبغى سويسرا. امام الفرض اضطر عبد الله العمراني ان يحضر وان يقول يا جماعه لدينا عقود ولدينا حجوزات، لا نستطيع ان نغير هذا المعسكر، ابقوا في هذا المعسكر. تلابش وتشابك وتهاوش باللغه العاميه مع احمد الفريدي اثناء المعسكر، وابلغ احمد الفريدي تاذيه الشخصي من هذا الاسلوب من حسين عبد الغني. في الفندق اللي كانت تسكن فيه البعثه النصراويه او الفريق النصراوي المعسكري في كرواتيا، كانوا اللاعبين ياتون من التمرين بالبوت الرياضي عزكم الله، في بقايا من العشب وبقايا من التراب عزكم الله. إدارة الفندق طلبت من إدارة النصر هذه الأحذية لا تدخل مرة ثانية لأنها تسبب خدش للرخام من اللاعبين كلهم. من اللاعبين كلهم. طيب التزموا بكرة اللاعبين اللي حسين عبد الغني لم التزم. واجهته إدارة الفندق، تلفظ بألفاظ مسيئة بحق. تثق من قال لك المعلومات دي؟ أنا مسؤول عن كلامي. أنا مسؤول عن كلامي. كل هذه المعطيات التي تراكمت على زوران وعلى إدارة النصر وعلى الجمهور النصراوي. يا رجل انظر إلى الجمهور النصراوي اليوم. شكرا يا حسين نقوله شكرا، ما قلنا له شيء ثاني. مع السلامة، أرجوك ماذا تريد؟ طيب وليش يجامل بهذا الشكل؟ هذا السؤال اللي طيب أنا أحتاج، هذا السؤال اللي أنا قلت لعبد الله تو، أنا أحتاج هذا السؤال. أنا قلت لعبد الله أنا أحتاج هذا السر أن يكشف. ما هي سر العلاقة اللي تربط الأمير فيصل بن تركي الذي خلاه يضحي بأعضاء شرف كبار وفي مدربين النصر ما هو من أجل بقاء حسين عبد الغني؟ النصر ما هو فيصل بن تركي. لا هو يمثل الآن رئيس الوزراء محمد.